السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في الحلقة 24 من مادة الفن شوي. النهاردة هنتكلم عن جزء مهم جدا في البيت. لازم عشان نظبط البيت لازم الجزء ده يكون مهم قوي ونهتم بيه قوي، لأن هو من أهم المناطق الموجودة في البيت، ولازم إن هو يكون نظيف وصحي وقوي. المكان ده هيكون المطبخ. المطبخ هو بيعتبروه أسس الحضارات، معدة المنزل، اصل الثقافات. شوفوا قد ايه وجود المطبخ وقد ايه طاقه المطبخ قويه جدا في التحكم في كل العيله. المطبخ السليم بتكون العيله كلها سليمه وصحيه. المطبخ المحطوط في مكان غلط او المحطوط بشكل غلط او المعكوس ده قد ايه بيأثر على طاقات العيله كلها ومعده العيله كلها سلبي. في حاجات مهمه جدا لازم ناخد بالنا من المطبخ. المطبخ يستحسن ان انا ما يكونش خالص في الشمال، ولا في الشمال الشرقي، ولا في الشمال الغربي. يعني منطقة الشمال خالص دي ما يكونش فيها المطبخ في البيت. يعني لو انا عندي مربع البيت، لو لسه ببني الفيلا بتاعتي او البيت بتاعي او اي مكان فيه، يبقى الجزء الشمال، النص اللي فوق الشمال والشمال الشرقي والشمال الغربي، ده ما يكونش فيه مطابخ خالص. المطبخ يكون في الجنوب او اي جزء من الجنوب الغربي، الجنوب الشرقي. المهم ان هو ما يكونش خالص في الشماليات. ليه؟ لأن الشمالي ده بيكون مؤثر عليه عنصر المية والهواء، والمية والهواء والمعدن قد إيه ضد النار، لأن المطبخ نار تبع الجنوب. فالنار عكس خالص المية والمعدن، فما ينفعش خالص إن أنا أحطهم في الشمال. طيب دلوقتي إحنا عندنا البيوت مستلمينها وجاهزة وما لهاش حل خالص إن أنا أقدر أبدل مطبخ مكان حمام ولا حمام مكان مطبخ، يبقى أنا أظبط الدنيا. ممنوع ان انا احط في المطبخ يكون المطبخ مقابل للحمام. لو المطبخ مقابل للحمام يبقى لازم باب من الاثنين يفضلوا مقفولين، ما ينفعش بابين يفضلوا مفتوحين. يستحسن اقفل الاثنين لو انا اقدر اقفل الاثنين. اخرج من هنا اقفله، اخرج من هنا اقفله، لان هي الطاقه الايجابيه اللي في المطبخ مش هسمح لها ان هي تتسرب مني للحمام. قد ايه بيشفط الطاقات السلبيه اللي موجوده، الطاقات الايجابيه اللي موجوده في البيت. طيب اللي هو مليان سلبي، طب اوكي، يبقى جميل قوي، يبقى على طول البابين مقفولين. ممنوع ان باب المطبخ يكون مقابل للنافذه بتاعت المطبخ، لان المطبخ قلنا بيعمل طاقات ايجابيه وطاقات الخير والاكل والسلام والثراء والثروه والرخاء اللي موجود للعيله كلها. طيب دلوقتي انا كل الحاجات اللي بعملها دي بتاخد الكلام ده من الباب وتخرج مني من الشباك. طيب يبقى انا لازم الشباك ان انا افضل قافلاه، يا اما انقله في اي مكان تاني او احط على طول ستاره على الشباك على قد ما اقدر. ما اخليش ان الباب والشباك على طول مفتوحين كده، مفيش اي طاقه كده تعادل، يبقى مفيش طاقات ايجابيه في المكان. ايه تاني مهم جدا في المطبخ؟ مهم قوي في المطبخ ان المكان يكون نظيف، المكان يكون متهوي، تهويه تكون ايجابيه عاليه قوي. لسبب واحد، لان المكان ده اي فطر، اي حاجه موجوده فيه مش مظبوطه، اي عدم تهويه، اي حاجه مكمكمه، حاجه تحت، حاجه متداريه، حاجه مش عارفه اطولها، قد ايه دي بتعمل طاقات سلبيه في معدتنا. لان احنا قلنا في رنين ما بين الاجزاء اللي في جسمنا وما بين الاشياء اللي حوالينا. المطبخ ده بناكل منه، الحاجه اللي فيه بيبقى بينها رنين وبين الاكل اللي احنا بناكل منه وبين معدتنا احنا اللي بتبقى موجوده فيها. طيب ايه اللي بيحصل لما بيكون عندي كورنر او حاجه ترابيزه مش عارفه اخش لها؟ او لا، لازم كل ده يتحرك. لازم اتاكد ان المكان نظيف، الارضيه نظيفه، مفيش اي فطريات، مفيش اي حشرات في المكان. احاول ان انا ارمي ملح، احاول ان انا ابخر المكان، احاول ان انا انظف المكان واخلي دايما طاقته حلوه واخليه هاوي دايما، عشان معدتي انا اللي تبقى سليمه، صحه ولادي انا اللي تبقى سليمه، طاقه الرخاء والثروه تجيلي وتعدي وهي سليمه، ما تجيش وتلف، ما تجيش لحد عندي تقف. دايما اسمع الكلمه دي من الناس، انا كل حاجه بتبقى جايه لي وتقف. شوفوا انت عندك ايه في البيت، انت عندك مشكله، انت عندك جزء ما بيتنضفش، انت عندك حاجه واقفه ما اتحركتش بقالها سنين. حركوا الاجزاء يا جماعه، وامسحوا وراها وكنسوا وراها ونضفوها. قد ايه ده بتخلخل الطاقات السلبيه. مهم قوي ان انا ما احطش عيون البوتاجاز نفسه ما احطوش برده اتجاه شرق، اتجاه شمالي او شمال شرق او شمال غرب. الشمالي خالص ما احطش فيه البوتاجاز. مهم قوي ان انا اعمل حاجه تانية، ما احطش البوتاجاز ابدا جنب الميه بتاعت المواعين او اللي هي الحوض، ما احطهمش، لان ده عنصر نار وعنصر الميه. دايما بيجي لي مشاكل ان خناقات
ما بين الازواج، وعلى طول صريخ في الشقه، صريخ 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 ومشاكل. اقول لهم انت حاطط البوتاجاز جنب الحوض صح؟ يقول لي اه. اقول له عشان كده افصل البوتاجاز عن الحوض، البوتاجاز يبقى في ناحيه والحوض في ناحيه. مش مهم بقى انت مين بقى الشرقي ومين الجنوبي ومين الغربي، خلاص انت الحوض عندك ثابت، البوتاجاز يبقى الناحيه الثانيه او بعيد، ما يبقاش ملاصق ليه في اي جهه ثانيه من الجهات. مهم قوي كمان اني اما اجي اطبخ اجيب الصح ان الواحد يعيش على قده، وان اوكي ان الواحد ما يطبخش حاجه ازيد منه، لكن احاول على قد ما اقدر ما اجيبش الحلل الصغيره والحاجات الصغيره، احاول ان انا اجيب الحاجات الكبيره، واحاول ان انا اطبخ الاكل بزياده، وطبق زياده واديه لجاره او اديه لحد غلبان. ليه؟ لان ده فيه طاقه ثروه، طاقه رخاء. ما اعملش حاجه ازيد من طاقتي او الحاجه اللي تهدر طاقتي او تهدر فلوسي، لا، ده انا اعمل حاجه فيها خير، اخلي دايما في طبقه زياده في البيت. فدايما الطناجر زي ما بتقولوا او الحلل احاول ان هي تكون كبيره شويه الى حد ما تبقاش بالظبط على القد، لان دي بيكون فيها ضيق في الرزق، ان انا حكمت ان انا ده قانون جذب، ان انا ده بس اللي انا هاكله او ده بس اللي هيكفي ولادي. لكن لما يبقى في زياده يبقى اكيد في زياده، يبقى اكيد ربنا هيبعت، اكيد ربنا هيعمل، اكيد انا عامله الزياده ده لحد تاني بره. فده قانون كارما، ان انا قررت ان انا اطلع طبق الزياده ده لحد غلبان او لحد جاره او لحد حبيبه او لضيف يجي لي، اوكي، يبقى اكيد ربنا هيبدلني بيه حاجه مهمه قوي. حاجات تانية مهمه قوي، عيون البوتاجاز. في ناس تقول لك ايه، انا مادام انا وجوزي وخلاص بس كفايه عينتين، او كفايه البوتاجاز المسطح، او ان انا مش بطبخ هجيب من بره، او ان انا مش لازم خالص اجيب بوتاجازات. في فيلل كامله وقصور كامله ما فيهاش اصلا بوتاجازات لسبب واحد، هم ما بيطبخوش، هم كل اكلهم دليفري. لا، حتى لو مش بتطبخ تجيب بوتاجاز فيه عيون كتيره. عيون البوتاجاز هي الخير والثراء والوفره اللي عندك، وتولعها وتعمل عليها اكل، خلي الناس اللي عندك تطبخ حتى لو انت مش هتاكل ان شاء الله مره في الاسبوع، لازم العيون دي تولع ولازم يتعمل عليها اكل ليك، اكل للخدامين، اكل للغلابه، اكل لاي حد ان شاء الله مره في الاسبوع. عدد العيون البوتاجاز بيتوقف عليها عدد ثروتك، طاقتك انت. ناس كتير بتيجي تقول لي انا كنت كويسه وكان دخلي حلو قوي، اول ما نقلت البيت التاني الرزق قل او وقف في ايه؟ اقول لها انت كان عندك، وريني كده المطبخ، تقول المطبخ الاولاني مثلا بوتاجاز فيه 5 شعل، والتاني لا، لقينا ان احنا مش هنستعمل حاجات كتير فجبنا المسطح بس اللي هو فيه 2 والفرن. لا، اقول لها عشان كده هاتي بوتاجاز تاني فيه عيون كتيره. مهم قوي عيون البوتاجاز تكون كتيره عندي، العيون تولع، نطبخ، نحاول ان احنا نرجع تاني ونطبخ بايدينا. قد ايه ده بيعمل طاقات ايجابيه عاليه جدا. مهم قوي ان الحلل اللي انا بطبخ فيها تكون نوعيتها حلوه، نوعيتها قويه، ما تكونش ضعيفه، ما تكونش تتني، لان دي بتتوقف عليها الاكل اللي انا بخش فيه ده. دي شكل المعده بتاعي اللي هتحط فيه الاكل، ما تبقاش ضعيفه، ما تبقاش متهالكه، اقدر اجيب حاجه قويه، اقدر اجيب حاجه فخمه. يبقى قد ايه ده بيفيدني، قد ايه ده بيبقى كويس جدا. مفيش احسن من الفخار، مفيش احسن من الحاجات الستانلس، مفيش احسن من الحاجات الميتال المطلي، عشان ما يأثرش على القولون بتاعي او الهضم او التيفال اللي بيطلع مع كل طبخه اللون بتاعه، او الالومنيوم اللي بيلحس المخ مع الوقت وبيجيب الزهايمر. كل الحاجات دي نحاول نبعد عنها، نحاول نرجع للاكل الصحي، الاكل السليم. نحاول ان احنا المطبخ اللي يكون فيه على قد ما نقدر ما يكونش فيه كله جاهز كله جاهز، او الحاجات الفرايز الموجوده في الفريزر، لا، ان يبقى فيه قمح، يبقى فيه رز، يبقى فيه شعير، نفتح ونلاقي خير ده، ونرتب الحاجات دي في المطبخ على قد ما نقدر. لازم الاكياس تبقى موجوده بالترتيب، بلاش الحاجات اللي داخله في بعض، لان ساعات كتير احنا قلنا ده يعني رزق، ما تخليش كل حاجه داخله على بعض، عشان انت نفسك حياتك تكون مرتبه ورزقك يكون كويس ومعدتك تكون حلوه ومسارات الطاقه عندك تبقى حلوه. المطبخ مهم قوي، نخليه هاوي، متنفس حلو، طاقته حلوه وطاقته عاليه. نحاول ان احنا في المطبخ نحط على قد ما نقدر زرع ان شاء الله، يكون اي حاجه خفيفه لونها اخضر. الخضار بيكون حلو قوي، والخضار بيغذي النار، فقد ايه كده انت حاطط عنصرين بيتغذوا على بعض ما يكسروش بعض، فقد ايه بتدي راحه حتى اللي قاعد بيطبخ، بتخليه هادي، بتخليه سعيد، بتخلي الست مبسوطه وهي قاعده باصه للبتاع. يا سلام لو في عباد شمس برضه فيها عنصر النار، اللون نفسه لون سخن، فقد ايه بتدي راحه للي بتطبخ، بتدي احساس حلو. لازم نخلي فيه طاقات حب في الاكل، في
الشرب، لازم اللي واقفه بتطبخ دي تكون مرتاحه. المطبخ بيهملوه، لو تقدري تحطوا تكييف في المطبخ يبقى لازم تحطوا تكييف في المطبخ. ليه دايما في المطبخ اللي قاعده بتطبخ للاكل ده كله تبقى حرانه وتبقى عرقانه وتبقى زهقانه وتبقى مخنوقه والزيت خانقها؟ لازم الشفاطات تكون موجوده، الشفاط يبقى موجود. لو اقدر اعمل مروحه، لو اقدر اعمل تكييف، لو اقدر اعمل نافذه حلوه قوي. باب المطبخ يستحسن اكبره يبقى كبير. ليه؟ لان ده مدخل الطاقه، المدخل اللي بيدخل الطاقه اللي بتسري الحاجات اللي انا بطبخها وبتزود طاقتها الايجابيه اللي انا هطلع بيها اكلها لاولادي بعد كده. مهم جدا ان اخد بالي من الحاجات دي. حياه سعيده دايما لينا وليكم ان شاء الله. اشوفكم الحلقه الجايه في ماده الفانكشوي الاسبوع القادم. الى اللقاء.